ده شاب اسمه إسلام الهادي محمود، من الإسماعيلية بالتحديد، قرية نفيش. اعتدى عليه 3 شباب قبل كد، وعمل لهم محضر، ولما عرفوا لمحضر عملوا له كمين، وهو ريح شغله ووقفوا السوزوكي تحت الكوبري، أول شارع قسم الضواحي، ونزلوا واعتدوا عليه مرة تانية بأسلحة بيضاء وبطريقة وحشية لغاية، ما فقد الوعي وهربوا. إسلام دلوقتي في العناية المركزة، وعمل عملية خطيرة في أيديا، غير شرخ في الجمجمة، ولسه حالته مش مستقرة. للأسف ده تحدي للأمن بشكل واضح، يعني تضرب، ولما تفكر تعمل محضر برضوى ما فيش خوفها تضرب تاني، علاش أنت تتأدب وما تعملش محضر.